اهلا بكم في التيفو، او زي ما احنا بنقول يعني الكره اللي ورا الكوره او الكره من المدرج. احنا مش هنقول لك مين كسب، ولا مين خسر. احنا هنقول لك ليه اصلا الناس فارق معاها. يعني لو داخل تسمع تحليل و4-3-3 وخطط لعب فالبرنامج ده مش ليك. لكن لو بتحب الحكايات اهلا بيك في التيفو. مساء الفل يا دولي. كابتن شادي عالمي، اخبارك ايه؟ انت عامل ايه؟ كله حلو. خلص كاس العالم. خلص كاس العالم وكان كاس عالم جميل مليون في المية. دي حقيقه. يعني كان حلو قوي بصراحة لغاية اخر ماتش. هو حلو برضو، في ماتشات كتير، ماتش التالت والرابع، ماتش النهائي، الارجنتين ومصر، الارجنتين وكاب فيردي، فرنسا واسبانيا. لا في ماتشات حلوه، المجموعات 48 فريق خلوا كاس العالم رهيب، ماتشات حلوه كتير. برضو من احلى الحاجات ان في فرق ضعيفه يعني اتبينت قوتها قدام فرق قويه، انهم يعملوا ماتشات معاهم. فكاس عالم جميل. ممتاز. كلمنا عن النهائي بقى. اسبانيا بطله كاس العالم. عايز اقول لك انا رايي في الموضوع، سيبك بقى من اسبانيا وارجنتين او كده. اي حد بيحب الكوره بيشجع الكوره للكوره، فهو بالنسبه له انتصار اسبانيا هو انتصار كره القدم. ليه بقى؟ لان اسبانيا هي بتمثل كره القدم الحلوه، كره القدم اللي احنا بنحب نتفرج عليها، بعيدا ان انا واحد النهارده ولا بشجع ده ولا ده، عايز اتفرج على كوره. اسبانيا فرقه كوره، فحرفيا اسبانيا هي انتصار لاي حد بيحب كره يعني القدم. الارجنتين مش فرقه كوره واصله للنهائي؟ مش كله يوصل نهائي فرقه كوره عادي يعني. بس بيعرفوا يكسبوا يعني. ماشي، برضه البطولات المجمعه دي مش كلها لعب كوره. انا بحب اتفرج على كوره يعني انا واحد بحب الكوره ماشي، يعني ايطاليا بتوصل كانت بتلعب كوره، معروفه عنها ان هي دفاعيه. لا بس ثانيه واحده، ايطاليا ما اتزنقتش كل الماتشات اللي الارجنتين زنقتها. الارجنتين اتزنقت جامد، الارجنتين بتلعب كوره عنيفه وكوره رخمه وكوره انت ما تحبش تتفرج عليها حتى كمشاهد. يعني انت لو جبت مثلا واحد مثلا انجليزي يتفرج على الدوري المصري هيحب يتفرج على الكوره بعيدا عن انتماءات الفرق ايه. مش حابب يتفرج على ضرب، مش هيتفرج على تلطيش قبل وبعد كل كوره، يعني الحكم وقف اللعب بيضربه واللعب شغال بيضربه. فانتصار الارجنتين هو انتصار لكره القدم عامه اللي الناس بتحب تتفرج عليها انتصار بيور اسبانيا يعني. قصدك؟ سوري، انتصار اسبانيا هو انتصار لكره القدم البيور. طب انت ليه بقى ليه اسبانيا كسبت الارجنتين النهارده؟ لا عايز اقول لك على حاجه، هو فوز اسبانيا بكاس العالم، انا على فكره كنت قايل اسبانيا تكسب كاس العالم من بدري قوي حتى قبل كاس العالم. بس ادائهم في البطوله كان مقلقني شويه، لكن اسبانيا كسبانه كاس العالم يمكن من شهور وسنين من فاتت. اليورو، اسبانيا مخططه من اليورو من سنتين. معدل اعمار قليل، تاسيس صح، اللمسيه مطلعه لعيبه. في الدوري في تشكيل فريق نفسه من الدوري جبار، اللي هي من اتلتيكو، اللي هي من اتلتيك بلباو، برشلونه، في 2 مثلا 3 ريال مدريد. بس انت شايف ان هي اسبانيا جامده كوره ولا تكتيكيا هم اعلى فرقه او اعلى مدرب عندهم بيعرف يعمل، يعني بيعرف في اللعيب اللي قدامه؟ بص هي كل حاجه، هي في الاول وفي الاخر الكوره اسحاق حديثا او مؤخرا بقت علم. فزيها زي حاجه في الدنيا، هي عباره عن دراسه. الناس دي فعلا اسست صح، الناس دي مطلعه لعيبه كويسه، قاعده ناشئين كويسه، اناليسيس كويس، تغذيه كويسه، لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه واعيه تكتيكيا. يعني في فرق بين اللعيب بيبقى موهوب موهبه بيور، في فرق بين اللعيب اللي متاسس. انا ممكن اجيب واحد لا يفقه شيء مثلا عن اللغه الفلانيه واسسه واعلمه واحفظه، غير اللي بينطق اللغه دي اصلا بلسانه مولود بيها يعني. الاثنين هيوصلوا، الاثنين هيتكلموا نفس اللغه، بس الموهبه حاجه والتاسيس حاجه. اسبانيا خدت الكره في حته الدراسه والتاسيس. معدل اعمار قليل جدا جدا، تقريبا ده اقل معدل اعمار اللي بطل يكسب البطوله يعني. كلهم في العشرينات وكلهم لعيبه ممكن تلعب 3-4 كاس عالم تانيين مرتاح خالص يعني. هم اسسوا، ممكن ياخدوا كاس عالم تاني يعني. طبعا جايبين مدرب مشروع دي لافوينتي، الراجل ده كان بيمرن فرق الناشئين وفرق صغيره بتاعت البلد، هو طالع معاهم اللمسيه اصلا بالظبط يعني. فهو التاسيس في الكوره او الصرف وانك تخلي الكوره علم ودراسه بجد وتطلع منها ارقام وتعدلها وتشتغل عليها، هي دي الكره الحديثه بالنسبه لي يعني. هو عامه مدرب قوي قوي. ليه بقى؟ اقول لك على حاجه. يعني انا بالنسبه لي الارجنتين بتكسب الفرق بدنيا، يعني انا مفيش كره واضحه، مفيش حاجه واضحه يعني. هو ميسي طبعا وبكسب بدنيا. يعني انت بتلاقي الارجنتين من بعد دقيقه 70 بتتحول على اي فرقه. دي حقيقة. مصر، انجلترا، كاب فيردي، بيستهلكوهم بدنيا وضرب وكده، بعد كده يلعبوا عليهم. ما عرفوش يعملوا كده مع اسبانيا. دي حقيقة. اسبانيا قسمت الماتش كويس قوي وبالراحه قوي، يعني هنستحوذ على الكوره وهنلعب. غالبا الشوط الاول كان ممل قوي، مفيش حتى هجمه تفتكرها في الشوطه تفتكرها. الشوط الثاني لا، في لعب بقى من اسبانيا ومارتينيز شال. اسبانيا تقريبا الارجنتين لحد الدقيقه 70 0 اون تارجت يعني. بص لا طول الدقيقه 90 ايه، طول ال 120 دقيقه شايطين كورتين على الجون، مفيش ولا كوره اون تارجت. جوه 3 خشبات مفيش ولا كوره، والتانيين شايطين 20 كوره. دي حقيقه. استحواذ 65 استحواذ 35. وعايز اقول لك على حاجه كمان، اسبانيا اتفرجت على الارجنتين طول البطوله
هي السلاح اللي الارجنتين بتستخدمه مش ينفع مع اسبانيا. سلاح الاستنفاذ البدني، ان انا استنفذك واستهلكك واطلع ما اسوأ ما فيك في الكوره، ده بص، صعب قوي مع عيال. اسبانيا مش اقوياء بدنيا زي الارجنتين. لا، معدل الاعمار قليل لا قوي. ما انا فاهم، بس الفكره هم بيعرفوا يلعبوا مع اللي قدامهم، هم دي حقيقه. بيعرفوا يلعبوا، بيعرفوا يقسموا الماتش. مم. يعني هو لو مدرب تاني بيدرب اسبانيا هو مش هيكسب الارجنتين. دي حقيقه. بس انا طب اقول لك على حاجه، انجلترا لو كانت صعدت كانت فرنسا كانت صعدت كانت هتكسب الارجنتين، رايي انا الشخصي يعني. ممكن بسهوله جدا كانوا هيطلعوا ديمبلي بره الماتش، كان سهوله يطلعوا ممكن مبابي، سهوله يفكوا الفرقه. بص اقول لك على حاجه، انا في حاجه عجباني قوي في ديلافوينتي، ان هو ما بيتاثرش بالماتش. يعني هو مش بيبقى رياكشن للماتش ويعدل اسلوب لعبه على حسب الماتش. هو الراجل نازل اكشن، هو انا ايوه انا ايوه اسلوب هو لعبي الاكشن. كده، انا اللي هفرض السيناريو وانا هو هفرض عارف طريقه رد اللعب. الفعل. وخلي بالك هو عارف ان الارجنتين هتضرب، وكان يعني لو هي طبيعي كان ماكاليستر اتضرب برضه، طبعا. كان غير انزو. دي حقيقه. هو عرف يلعبهم من الحته دي. تعالى مم. بقى انا هجيبك، هطرد لك واحد، وهنلعب 120 دقيقه حتى الاكسترا تايم، انا مسيطر عليه وجبت جون. مم. غالبا الجون التاني بتاعهم مش اوفسايد برضه، غالبا يعني برضه يعني لسه هو ما الفار جابها اتاكدش. ان هي كتف وايديه والحاجات اه البسيطه دي يعني. والارجنتين ايه، هديك الكرة اخر 10 دقايق تلعب، ان الجون جه 110 جون في الدقيقه 110، اديك الكرة 10 دقايق وبعدين قالش ولا حاجه. حاجه. في كام كورتين اتلعبوا حاجه هجمه خطيره، بس في الاخر مش يعني ايه، كعدل الكوره عمرهم ما هيجيبوا جون. دي حقيقه. كعدل كوره. طب انت شايف ان بعيدا عن ان احنا زي ما قلنا انتصار اسبانيا انتصار للكره الحلوه والكره بيور الناس بتحبها، هل شايف ان فوز اسبانيا على الارجنتين بيجسد او بيبلور اكتر فكره انتصار الكره الاوروبيه في الفتره الاخيره على الكره امريكا الجنوبيه؟ امريكا الجنوبيه حاسس ان هي ما اتطورتش يعني. ليه ما هو الارجنتين لسه كسبانه كاس عالم. اوكي، بس بتكلم حتى في بس هو المواهب اللي مؤخرا يعني لو افتكرنا اخر كام نسخه هم ابطالهم اوروبا، يعني هي مم. الارجنتين بس هم اللي طلعت. حتى مربع الذهبي بتاع كل بطوله تقريبا بيبقى هو ما زي اوروبا. الارجنتين طلعت بس 2022 خدت البطوله، وقبلها كان 20 سنه تقريبا، والبرازيل خدت 2002. انا عندي راي مختلف شويه، وحتى بقوله من زمان يعني، ان امريكا الجنوبيه عامله زي افريقيا، هي عندها لعيبه موهوبه وموهبه بيور، يعني موهبه ربانيه، بس هم مش متاسسه. مش متاسسه. هم بيخلوا اللعيب زي ما هو حريف، انزل العب في الملعب واتبسط واعمل. فلما بيطلع عندهم ندره في المواهب بيبداوا يعملوا ايه، يلجأوا لاساليب الكوره اللي هي بالبدنيه. لكن اوروبا واخده الموضوع تاسيس، فالتاسيس اللي معاها ده نقل الفرق بتاعتها لليفل تاني خالص. اللعيب اللي متاسس واعي تكتيكيا بيبقى مختلف جدا من اللعيب الموهوب اللي نازل يتبسط يعني. وخلينا نقول حاجه الصراحه يعني على منتخب الارجنتين، انت تعدي ماتش بميسي، التاني بميسي، التالت بميسي، عمر ميسي ما يقدر يشيلك كل الماتشات دي. ما هي الكوره مش عافيه، زي ما كنا بنتكلم برضه على حلقه توخيل وديشامب، ان الكوره انت شايف اخطاء وحاجات يعني مش عايز تعدلها. هو سكالوني خلاص اعتمد على الاسلوب ده، انا هستنفذ الفرقه اللي قدامي بدنيا، بعد كده هبدا العب من الدقيقه 70. مش كل مره تظبط معاك مش القصه دي، هتظبط معاك. مش كل مره ميسي هيسعفك. بالظبط، ادي الكره لميسي في النص هو بقى يتصرف. طبعا خلاص يعني. لا هم كانوا في 22 بيلعبوا كوره بصراحه. دي حقيقه. 22 كانوا بيلعبوا كوره. ودي ماريا كان موجود له فرقه يعني. هو دي ماريا مش واخد حقه عامه يعني. دي ماريا هو ماريا مش واخد حقه يعني بصراحة. هو المنقذ الاول لمنتخب الارجنتين، وعايز اقول لك في الكوبا امريكا هو اللي انقذهم في هو اللي جاب لهم الاولمبياد جوه وهم امريكا. صغيرين، وهو هو اللي جاب انقذهم. جوه امريكا. بس اقول لك على حاجه، الشوالي قال حاجه وهو بيذيع الماتش الصراحه، قال جمله عجبتني قوي، قال لك اذا فاز فهو ميسي، اذا خسر فسيظل ليو. لا هو كده ميسي. كده لا ميسي. بص، هو ميسي يعني. بص مفيش جدال يعني. هو اه. الملك، هو البابا. وقصه ميسي دي يعني خلصانه، واسطوانه ميسي دي خلصانه لا بص، هو الملك، هو البابا. هو يعني في جمله بص بالبلدي، ما فيش في جيله عرف يجيله، مفيش حد في جيله عرف دي يجيله. حقيقه، هو اجمد من الاخر، ولا الجيل اللي قبله ولا الجيل اللي بعده ولا جيله هو، دي مفيش حقيقه. حد عارف واقول لك على حاجه. حاجه، يعني انا شايف النهارده هو انزال الستار على الحقبه التاريخيه بتاعت القطبين ميسي وكريستيانو خلاص. لا خلاص، انت هو اللي جاي حتى مواهب قليله قوي هو خلاص الرايه اتسلمت. هو امبابي موجود، ويمين يامال، وهالاند شويه، ونبدا بقى في حقبه جديده هيبقى فيها 3-4 اسامي. بس يبقى كوره مختلفه. كرة يعني كوره مختلفة بيليه بقى. ومارادونا اللي كانت بتتلعب، اللي هو اللعيب ياخد يرقص 6 7، دي انتهت. دخلت بعد كده اللعيب الموهوب في مرحله اللعيب الموهوب بس جماعي مع الفرقه وبيأثر، دي مرحله تانية. دلوقتي داخل في مرحله اللعيب الروبوت، اللعيب اللي ارقامه واهدافه ولياقته البدنيه اللي تفرق وتحليل. ده عصر الكوره يعني. ده عصر الجديد بتاع الكوره بالظبط. يعني. اتمنى ما نوصلش لليفل في الكوره ان الموضوع يوصل بينا لحته الاناليسيز او ارقام قوي، خلينا ان احنا ما نستبسطش بالكوره اللي بنحبها. عشان كده انا بطلت الاسبانيه النهارده، لان هي كوره بيور يعني. بس هنفضل احنا الكوره اللي جايه كلها ارقام. دي حقيقه يعني. ارقام. طب هسألك سؤال دلوقتي، انت شايف دلوقتي خساره الارجنتين بتقلل من مشوارها كفرقه كانت بتلعب في النهائي؟ لا طبعا.
اصل في ناس شايفه ان الارجنتين لما خسرت تعالى انت المفروض اصلا كنت تخرج من دور ال لا 32 ما او فيش حاجه تخرج اسمها من غير دور ال المفروض، يعني 16. ما فيش حاجه اسمها غير المفروض. يعني هو مثلا لو في فرق، لو كانت يعني مثلا فرقه زي البرتغال لو كانت قدرت تطلع اول مجموعه او مش كولومبيا وطلعت اول، امم كان في ماتش عالمي تاريخي دي حقيقه. هيحصل، الرأسة الأخيرة بين الاثنين امم ميسي وكريستيانو. بس مشوار اسبانيا ما كانش هيختلف، مشوار ما الارجنتين هو اللي انا كان بتكلم هيختلف. بقى على مشوار الأرجنتين، تمام. ففي فرق كانت ممكن توصل، يعني كولومبيا مثلا، كولومبيا لو كانت كسبت سويسرا اللي هو كان ماتش بالنسبة لي غريب برضو، كولومبيا كانت هترخم على الارجنتين، هتلعبها كوره، هيبقى برضه بدنيا وبتاع. هي الارجنتين يعني هم مش ذنبهم ان هم طلعوا اول، مش ذنبهم قرعه المجموعه، مش ذنبهم مشوارهم، مش ذنبهم ان البرتغال طلعت تاني، مش ذنبهم ان كولومبيا ما فيش تكسب سويسرا، مش ذنبهم حاجات كتير. اقول لك على بس حاجه بقى، انا هو بعدين ما هو مقتنع. لعبوا انجلترا، عملوا ايه يعني؟ المفروض انجلترا خلي هو بالك الماتش الوحيد اللي بقى. لعبوه صعب في البطوله كلها انجلترا يعني عامه يعني. هو كسبوا، عايز ايه؟ هقول لك على رايي، مش عارف الناس ممكن تراجع ورايا تاريخيا وراجعوا كل سجلات كاس العالم. انا شايف ان اسبانيا الحاليه هي اصعب مشوار بطل في تاريخ البطوله كلها. مفيش حد يصعد من مجموعه اول، انت صاعد اول مجموعه مشوارك صعب. انت بلجيكا، في البرتغال، في فرنسا، لا مشوار رخم يعني. هو ماتشاتها كلها يعني تحس ان هم اه طبعا مشوار رخم قوي. دربيات اللي بيطلع كلاسيكو. اول اصلا عشان يريح نفسه بقيه مشوار البطوله، حتى لما مم. يلعب ماتش صعب يلعب ماتش صعب على دور الثمانيه. فالبطوله دي لما بقت 48 فريق وزاد عليك دور ال 32، فدور ال 32 ده يبقى هلس اول بيلعب ثالث. لا انت عندك اول لاعب ماتش يلعبه تاني تقريبا مش عارف لعبه مين، بعد كده هوبا خد بقى بلجيكا، في البرتغال، في لا هم كده كده يستحقوا فرنسا. كاس العالم كمشوار، هم يستحقوا كاس العالم مم. كتيم كامل بمدرب بكل حاجه، يستحقوا كاس هو العالم. مفيش ماتش عدوه ولك، مفيش ماتش انت خارج منه وشايف لا اسبانيا بص وحشه بص اقول وتستاهل لك على حاجه، تخسر انا يعني. انا فرقه برضو يعني، هو في فرقه طول كاس العالم داخله فيها جون واحد، دي حقيقه. جون صعب واحد. صعب قوي يعني. يعني لعب كام ماتش؟ 3 4 8 ماتشات. سواء عايز اقول لك لحد الفاينل كان اوناي سيمون هياخد احسن حارس في هو البطوله، ما عدا اللي هو مارتينيز هو عمله في مين الفاينل يعني. لا مارتينيز لا عمل ماتش، هياخدها. مارتينيز ماتش جامد قوي. عمل ماتش جامد، مش عمل بطوله جامده يعني هو مارتينيز طول البطوله متخرتق خالص، اي حاجه بس بتروح عليه داخل بتخش. داخل فيه بالنهارده 8 تجوان. امم اوناي سيمون داخل فيه جون واحد طول البطوله في 8 ماتشات. ومشوار هو صعب. خلي بالك برضو خلق منظومه دفاعيه. دي دي حقيقه. فونتي خلق منظومه دفاعيه. انا اصلا خلي بالك برضو الكوره مش بتيجي عليه كتير. مم. هو عامل الرابطه برودري، بكوكوريلا، ببيدرو بورو، بكوبارسي، هو ولابورت في والناس دي كلها عاملين فرق. بلابورت، هو عمل خلق المنظومه الدفاعيه اللي تحميه، مع انها اصلا منظومه وفي نفس غريبه. الوقت يقدر يتحول في لحظه ان هو يبقى بص هجوم فتاك، ما فيش كلام. بس انا شايف رايي ان ديلافوينتي ده هيفضل مدرب منتخبات يعني. انا شايف ان اسلوبه وتاسيسه بياخد لونج تيرم لا قوي عشان يوصل لنتيجه يعني. هو كده كده ما ينفعش يدرب فريق، مم. هو بتاع منتخبات، هو هيعرف يلعب الماتشين 3 بتوع البطولة وهيكسبك وتمشي. بس لكن حاسس ان هو يدرب بقى فريق ممكن مستقبلا نشوفه ونحكم عليه، بس حاسس ان هو بتاع منتخبات اكتر، دي حقيقه. وهيعرف يمسك منتخبات انا اكتر. شايف ان كمان حاجه، ان فوز اسبانيا، معرفش تتفق معاه ولا لا، فوز اسبانيا بكاس العالم ده هو بدايه تاسيس لجيل تاريخي المنتخب اسبانيا. الجيل ده لو كان خسر على فكره كان هيكسر نفسيا قوي، لان هم يمين يامال لما خرج في الشامبيونز ليج من انتر ميلان اتكسر. فالجيل ده كان لو كان خسر النهارده كان هيتكسر جامد معنويا، وان هم عاملين بطوله جامده جدا، فيعني كان هيأثر مم. قوي على الجيل ده. ففوز النهارده انا شايف ان هو بيدي دفعه لاسبانيا تتكلم في لا 10 سنين انت قدام، انت 15 استنى سنه. اسبانيا بقى في السيمي فاينال 4 نسخ تاني دي حقيقه لو مشيت مثلا، طبيعيه لا واللي هم هيسيطروا جامد يعني. بيطلعوه كده وطبعا بقى يامال بقى والعالم دي وبقى العدد وكوبارسي. المجنسين، خلي بالك احنا كنا بنتكلم في حلقه المجنسين القديمه ان اسبانيا تقريبا عندها لعيب او اتنين بس هم اللي تتكلم، مثلا يمين يامال ونيكو ويليامز هو بس اللي عليهم القصه بتاعت التجنيس وكده. مم. لكن حلقه التجنيس إن اسبانيا كان فيها اتنين تلاته هم مؤسسين فرقه، لا فرقه كوره جامده 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 يعني. ايوه هي كده كده فرنسا، فرنسا اسبانيا هم موجودين خلاص. والسيرك بتاع امبارح بقى رايك فيه بتاع انجلترا ماتش وفرنسا؟ بلاي ستيشن عادي يعني. بص احلى حاجه بقى في الكوره لما اللعيبه ما تبقاش محتاجه ضغوطات، امم العب براحتك، انسى العب براحتك. دي حقيقه. فشفت كله بيلعب جامد يعني، شفت بغض النظر ان اوليسي ضيع كتير، بس اوليسي جامد، امبابي مم. جامد، ديمبلي جامد، بلينجهام جامد، ساكا هاتريك بس ماشي جامد. هو مفيش كده كده، انا مش خايف على حاجه، انا بلعب تلات ورابع مش فارق لي، فالعب كوره ما اخافش، مش لازم بقى اخاف على مركزي ومكاني فين وتكتيكيا انا بعمل ايه وبتاع. هو نزلوا لعبوا فشوفنا 6-4. وللامانه احنا كمشجعين كوره يعني من غير تحيز لاي طرف يعني كنا محتاجين سوري ارجنتين تطلع
وانجلترا تكسب، ومحتاجين نتفرج على فاينل. انا بالنسبه إسبانيا لي لو وإنجلترا. كنت شفت اسبانيا وانجلترا في اعتقد كان ماتش فاينل. امتع بكتير يعني. بالظبط. دي حقيقه. طيب انت شايف ان كاس العالم الحالي مم. انت كنت متوقعه ايه قبل ما يبتدي، ولما شفت على ارض الواقع حاسس ان هو احسن ولا لا من توقعاتك يعني؟ في الاول انا ما كنتش حاسس ان هو يبقى جامد، بس لا من دور ال 32 وطبعا عشان وجود مصر كور. واللي هي عملته، فانا حسيت بقى ان انا كاس عالم كويس متفرج مستمتع. تعالى بقى نعمل حلقه روشتة كاس العالم، ملخص ارقام وقصص زي ما اتكلمنا في اول حلقه خالص. في قصص هتعيش معانا 50 سنه قدام. اعتقد كاس العالم ده هنطلع منه حاجات هتعيش معانا ل 50 سنه قدام نحكيها. ماشي تعالى نعمل حلقه عن قصص كاس العالم المختلفه دي. ماشي. انا بطل لعب لان مشاريعنا النتيجه كام بقى فكروا الناس 2-1 لاسحاق. 2-1 يعني. بحب الثقه بتاعت استاذ يا شادي. جدعان كالعاده يعني. اسالوا اصحابنا يا جدعان، يكتبوا لنا في الكومنتات مين اللي بيكسب على طول. هنلعب لعبه اسمها اللي سبق اكل النبأ، اللي يدوس الاول يجاوب. يلا بينا. جاهزين؟ جاهز. استحقاق كاس العالم كانت بين جنوب افريقيا والمكسيك. الماتش شاهد اكتر من حاله طرد. كانوا كام واحده؟ كانوا 3 2 لجنوب افريقيا 1 للمكسيك. اجابه صحيحه لشادي و1-0. السؤال الثاني، لوكاكو سجل كام هدف نزل فيهم كبديل مع بلجيكا؟ 2. اجابه غلط. غلط. واحد بس. اجابه غلط. يبقى 3. لا 3. هو في واحد، اجابه غلط. ما في واحد ما في واحد محمد هاني اون جول يعني. طيب قلت كل الاجابات، الاجابه الصحيحه الناس هتقولها لنا في الكومنتات. السؤال اللي بعده، اول هاتريك في المونديال مين اللي سجله؟ ميسي. اجابه صح. ده ميسي الجزائري. ايوه. كده 1-1. النجم محمود صابر سجل هدف منتخب مصر ضد ايران. ما كملش السؤال بقى، جاوب. اجابه جاوب. 5. في الشوط الاول يعني مش عارف. اجابه غلط. نكمل لا السؤال. يا محمود صابر سجل هدف منتخب مصر ضد ايران، كان في الدقيقه كام؟ هو كان بدري بس كام؟ اجابه ممكن اقول يعني رين في الاول الدقيقه ال5 ال6 الدقيقه ال5. اجابه صحيحه. عرفتها ازاي؟ لعب عليك. انا مش- كنت قاطع، كنت مطبق على القهوه بتفرج عليه. كده النتيجه 2-1 لشادي. مين هو اللاعب العربي الاكثر تسجيلا للاهداف في البطوله؟ اسماعيل سايبر. إجابة صحيحة. كده وصلنا 2-2. مين يقدر يقول لي على المنتخب ودع البطولة من غير ما يخسر ولا ماتش؟ ايران. إجابة صحيحة. أكبر لاعب سجل هاتريك في تاريخ كأس العالم؟ ميسي. إجابة صحيحة. ما هو انا من سهوله السؤال بحس ان في حاجه غلط، فاهم؟ وهو اكبر لعيب بعيد عن حراس المرمى لعب نهائي. مين اللاعب اللي سجل في 6 نسخ؟ CR7. وتصبح النتيجة انا اصلا 4-2. انت سالت سؤال ماشي. خلصت اللعبة الأولى، واللي سبق وأكل النبأ هو إسحاق. شادي ما تتضايقش، هنلعب لعبة تانية عشان نحسم اليوم. عايزين اللعبة التانية؟ خش يا معلم. جاهز. خد وهات. في واحد منكم هيبدأ، هنقول قائمة المنتخب لحد اللي يقدر. كل واحد ليه توست. خد انت بقى ده. خد. اوكي. اتفضل. مين هيبدأ؟ اي حد، اختار انت حد يبدا. الكفة بتروح للخسران، فهتبدأ. يا عم ابدا انا. يلا هنبدأ بقائمة منتخب انجلترا. ماشي. يلا. بيكفورد. هندرسون. ماشي. شالوبا. ستونز. ماشي. جيمس. بيرن. كونسا. سبنس. ماشي. بلينجهام. كي. ديكلان رايس. ديكلان رايس. هندرسون نص الملعب. ماشي. عندك اسمه ايه ده يا ربي؟ واتكنز. مادوكي. ايفان توني. ساك. راشفورد. جوردن. ماشي. اماد ديالو. عماد ديالو. عماد ديالو ديفواري. دخلت في اول سترايك. كوبي ماينو. ما ده اللي قصدي عليه اصلا، الاثنين شبه بعض. ماشي. عندنا جوردن. لسه قايله سترايك 2. قلت جوردن. كان فاضل مين في القائمه اصلا؟ لسه فاضل كتير جدا يعني، بس انت خسرت يعني. 1-0 لإسحاق. انا اصلا قصدي الاسمراني شفت التاني. فاكر دي اضرب بعض. إسحاق اللي هيبدأ. قائمة البرتغال. ماشي. كوستا. ماشي. جواو نيفيز. نونو مندش. ماشي. فيتينيا. راؤول دياش. ماشي. روبن دياش. ماشي يا عم. كريستيانو. لياو. ماشي. 5. برونو فرنانديز. برناندو سيلفا.
كان في معلمين في نص الملعب كتير قوي عندهم، احنا قلنا فيتينيا وروبن دي. الاجابه شادي. انا باص. ماشي سترايك واحد. اول سترايك. ماشي كانسيلو. في خط دفاعهم تاني. السترايك الثاني واسحاق يفوز. ما جواو فيليكس سرحان. مثلا. انت قلت لياو بس صح، انا فاكر قلت لياو جواو فيليكس اصلا. راموس المهاجم. اخر منتخب في لعبه خد وهات هو منتخب البدايه عندك يا شادي، منتخب البرازيل. ماشي. اليسون. انا لازم اقوله بس نيمار. ماركينيوس. فينيسيوس. دانييلو. كونيا. ماشي عندك اسمه ايه ده، برونو جيمارايش. رافينيا. هو كاس العالم ده واخد معاه اسمه ايه ده التاني بتاع نص الملعب. اجابه شادي. ماشي كمل. كازيميرو. ماشي. لوكاس باكيتا. انا عايز افتكر اصلا عمال اقول اصلا واخد برونو جيمارايش واخد بكيتا ولا لا. لوكاس باكيتا. الجون التالت اسمه ايه ده، ويفرتون بتاع بالميراس. ماشي. هندريك اللي هو كنت اللي ناسيه ده قدامنا ده. خالص. ماشي. احنا قلنا قدام ايه؟ قلنا قدام كونيا. 5. اجابه شادي. انا واخد سترايك الاول. هو جاي سترايك 1. مم. ماشي. فيني وقلنا ونيمار. اجابه صحيحه. بحاول افتكر انا مش فاكر قلنا مين اصلا. ادرسون الجون. واخده قاعد احتياطي. ماشي. جوالينتو معاه. خد جوالينتو القايمه دي. لا. المشكله انا قائمه البرازيل دي لعنه بالنسبه لي خلاص. نتقابل بقى في الحلقه الجايه بقى. قول لي مبروك. ما قلت لك مبروك يا عم، احنا نمثل. بس شكرا. ايه يا خلاص عم انت جاي خلصنا. تخطب؟ خلاص خلص. خلصنا بقى. تقعد تقول لي جايبني بالليل وجايبك الصبح. ماشي. هو كالعاده انا بكسب. انا عليا في ذمتك سؤال ميسي اللي جاوبته، والسؤال الثاني اللي راح هناك الناحيه الثانيه بتاع كريستيانو ده. مش مشكلة. في نزاهه لا يا باشا انت راجل نزيه طول عمرك يا باشا. ما تشتكيش في نزاهه الحكم. لا انت على راسي. خلص بس نقفل الكاميرا دي ونتصرف مع بعضين. باشا انت كده خلصنا 3-1 حلقه بقى عن روشتة كاس العالم، والقصه اللي تحكي في كاس العالم بقى كمان 50 سنه. ان شاء الله. اشوفك على خير الاول.